لو انت من طنطا فانتوا فلاحين واخركم قهوه بلدي تقعدوا عليها. طيب ما تيجي اوريك طنطا وجمالها واوريك اماكن لو ما رحتهاش في طنطا يبقى انت ما جيتش طنطا. يلا بينا. بلدي طنطا، مين اللي قال أونطة؟ دول ناس ما فهمش غلطة، شلة زيك يا بدوي. لو انت من عشاق المأكولات البحرية يبقى من غير ما تفكر لازم تروح مطعم باب البحر. المطعم اللي بيقدم لك جميع المأكولات البحرية بشكل طازة يوميا، طعم حكاية وسعر حكاية. المكان ده هيبهرك بجماله وجمال تصميمه، كمية الراحة النفسية اللي انت هتحسها مع كل حاجة في المكان عينك هتيجي عليها. لو جينا نتكلم عن النظافة والترتيب دي حاجة لا يعلى عليها. أكتر حاجة عجبتني هنا في المكان التباعد اللي موجود بين الترابيزات، يعني في حرية ليك انت وعيلتك أو انت واصحابك، ودي حاجة مجملة المكان جدا. ده غير بقى لو عندك مناسبة أو ميتنج عمل، في مكان مخصص لكده ومعزول تماما عن أي صوت خارجي. وهسيبك تشوف الجمال ده بعينيك. ودي من أجمل الحاجات اللي هتشوفها هنا النهاردة، مكان مخصص للصلاة. كمان في مكان كيدز اريا هنا علشان الأطفال. من الآخر كده انت لازم تزور المكان ده. لو ما دخلتش باب البحر انت وعيلتك وانت واصحابك فانت فايتك كتير قوي. وبعد الغدوة الجميلة دي انت محتاج قعدة كافيه جميلة، يبقى هتروح من غير تفكير على كافيه جولدن. وهنا بقى مش هقدر اوصف لك جمال المكان وتصميمه اللي بجد هيخطفك جماله في كل مرة هتدخله فيها. قعداته متنوعة جدا وفيها كمية هدوء وراحة مش طبيعية، مكان مناسب للأصحاب وللعيلة. ولو عندك بقى مناسبة وعاوز فيو حلو ومكان مناسب، كافيه جولدن بيوفر لك ده بجو رومانسي وهادي جدا وبركن خاص زي المناسبة الحلوة دي. وهنا بقى في مكان مخصص للتدخين والقعدة فيها مميزة جدا. هسيبكم بقى تشوفوا جمال المكان. وطبعا ما تنساش تطلب المشروب المفضل سبانيش لاتيه، ومش هتلاقي النكهة الجميلة دي بأي مكان تاني، وبتحداك. ده غير كمان بيقدموا وجبات خفيفة هتعجبك جدا. بص بقى، بالليل أو بالنهار المكان ده خرافي ولازم تجربه. والعشاق المشاوي بقى يبقى وانت مغمض هتنزل على الوطنية، المكان اللي كل حاجة بتتقدم لك فيه من منتجاتهم ومن مزارعهم، يعني مضمون 100%. وكالعادة المكان ده مصمم بطريقة مميزة جدا، هتتجمع فيه انت واصحابك وانت وعيلتك، وهتحس انك انت في بيتك بالظبط من جمال المكان. المكان هنا بقى بيقدم لك جميع أنواع الفخارات وجميع أنواع الطواجن وكمان المشاوي المشكلة والمحاشي، يعني كل حاجة بتتمناها هتلاقيها هنا، وطعم بلدي حكاية. واوعى تنسى تجرب عندهم الزغاليل، بجد طعم تحفة لا يعلى عليه. وزي ما بيقولوا عندنا هنا في طنطا الحلو لحلو، يبقى لازم تدخل كريز. المكان الجميل جدا ده وموفر لك قعدة عائلية بالمكان، لو جوه أو بره، وهتلاقي كل الأصناف اللي تخطر على بالك. وكمان لو عندك مناسبة عيد ميلاد أو فرح هتلاقي حاجة تشرفك، وكمان بسعر مميز جدا. وأهم حاجتين لازم تجربهم هنا أشطوطة بالمانجا وصوابع زينب بالمانجا، بجد هتاكل صوابعك وراها. ولما يقولوا لك طنطا مشهورة بالمدلعة يبقى وانت مغمض تروح على دهب. الاسم على ما يسمى، لأن كل حاجة عنده فعلا دهب، حتى المكان تصميمه روعة. المدلعة هناك حكاية، ولو انت ما اكلتش مدلعة من عند دهب فانت ما اكلتش مدلعة من طنطا في حياتك كلها. وما تنساش بقى تختم يومك الجميل ده تتمشى في الساد البدوي، شوية حمص مع قرص مشبك، وتطلع على طول على كورنيش طنطا، وكده يبقى انت جيت طنطا. ولو نزلت بقى قطور بلدي يبقى لازم تعدي على حلويات الأغا، والمكان اللي هتلاقي فيه كل حاجة قلتها لك بالظبط في طنطا. فعلا مكان جميل ويستاهل. وأهلا بيك في بلد الكرم والفلاحين ولاد الأصول. أهلا بيك في طنطا.